مرحبا، أنا مير وهيدا بودكاست السياسي. بعدنا مكملين بسلسلة مستقبل سوريا كيف لازم تكون. بس قبل ما نبلش حابب أقول إنه هيدا الحلقة مش بس فقط عن سوريا، هي عن كل بلدان الشرق الأوسط اللي بتعاني من غياب حماية حقوق الإنسان. رح نتوقف اليوم عن ميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ورح نقرأ مع بعض كل مادة منه ونشرح كيف لازم تتطبق بسوريا المستقبل، مش بس على ورق، إنما كيف بيقدر هيدا الميثاق يتطبق بالقانون والواقع السوري، وكيف فينا نحسن وضع الإنسان بالبلد. هيدا موضوع كتير مهم، لأنه كل واحد منا سواء كان سوري أو من أي بلد بالشرق الأوسط لازم يعرف حقوقه، وكل واحد منا عنده الحق يحارب ليعيش بكرامة وبأمان من دون أي تمييز أو ظلم، مش بس بالمستقبل وهلأ بالحاضر كمان. ما ذاتا نضالك بالحاضر هو يلي بيحدد كيف رح يكون حياتك بالمستقبل. هيدا الموضوع مش بس موجه للسوريين، بل لكل إنسان في شرق الأوسط بيشعر إنه حقوقه مش محمية. فخليكن معنا ورح نتعرف مع بعض كيف ميثاق حقوق الإنسان ممكن يغير حياتنا، وكيف بحق لنا نعيش بمستقبل أفضل. ملحوظة صغيرة قبل ما نبلش، يمكن هيدا الحلقة تكون شوي طويلة لأنه صراحة ما بحب قسم المواضيع لأجزاء، فرجاء اتحملوني شوي، وإذا تعب راسكم وفقدتوا التركيز خدوا استراحة ورجعوا كفوا الحلقة بعدين، لأنه كل مادة من هالمواد بتستاهل تكونوا حاضرين ومركزين فيها. وهلأ خلينا نبلش. المادة الأولى من ميثاق حقوق الإنسان بتتناول نقطة أساسية ومهمة جدا: حق الإنسان في الكرامة والحقوق المتساوية. نحن منعيش في عالم بيعاني من التفرقة والظلم، وهي المادة بتأكد على شيء كتير بسيط ومهم، إنه كل الناس متساوين في الحقوق والكرامة وما في حدا فوق حدا. بس كيف نطبق هيدا الشيء بسوريا المستقبل؟ نص المادة كما هو مكتوب في ميثاق حقوق الإنسان بيقول: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخاء. المادة هاي بتقول ببساطة أنه كل إنسان بيولد حر ومساوي لغيره، ما في تفرقة بين الناس، لا بناء على اللون ولا بسبب دين أو حتى انتماء سياسي. هاي دعوة للمساواة الكاملة والاحترام المتبادل بين البشر، يعني كل واحد فينا عنده نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات تجاه الآخرين. وبالنهاية المادة بتأكد على احترام العقل والوجدان، وبالتالي على حق الشخص في التفكير والعيش بما يراه مناسب له طالما ما عم يأذي الآخرين. اليوم في سوريا تحت حكم الحكومة المؤقتة جبهة النصرة للأسف ما في تطبيق لهيدا المادة. مجازر العلويين في الساحل السوري أكبر مثال، حيث تم استهداف مجتمع كامل بسبب انتماءاته الطائفية، وتم قتل وتشريد العديد منهم. هيدا مثال صارخ على انتهاك حق في الحياة والكرامة. كمان في انتهاكات بحق الكرد في عفرين، حيث تم تهجير وتعذيب في سجون، وهي أمثلة على التفرقة اللي بتعكس غياب العدالة والمساواة. أصدقائي، السجون هي مكان بخالف كل معايير الكرامة والحقوق، ففيها ناس معتقلين بدون محاكمة أو بدون سبب قانوني واضح، والممارسات هناك بتنتهك أبسط حقوق الإنسان. في سوريا المستقبل مع الحكومة الشرعية، مش قصدي حكومة الشرع، قصدي حكومة شرعية حقيقية منتخبة من الشعب، لازم هاي المادة تكون الأساس. لازم كل الناس يتمتعوا بنفس الحقوق، ما في تمييز ولا استهداف لأي فئة أو طائفة. القانون لازم يضمن المساواة في الحقوق، من حق الحياة والحرية إلى حق في التعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة السياسية. مثلا لازم يكون في قوانين
تحمي الأقليات وتحترم التنوع المجتمع السوري بكل طوائفه وأديانه. الحكومة السورية المستقبلية لازم تلتزم بتطبيق هالمادة بشكل صارم. لازم يكون في نظام قضائي مستقل، وحقوق إنسان لازم تكون محمية قانونيا من أي انتهاك. إذا تم التفرقة أو استهداف فئة معينة لازم يكون في عقوبات واضحة ضد المسؤولين عن الانتهاكات. كل سوري لازم يعرف حقه بالمساواة والكرامة. إذا شعر أنه تم انتهاك هيدا الحق، عنده الحق يرفع دعوة ضد أي جهة مسؤولة، والحكومة من جانبها لازم تضمن أنه ما في أي شخص أو جماعة بيتعرضوا للتمييز أو للظلم بسبب هويتهم أو معتقداتهم. حرية التعبير مش رفاهية، هي حق أساسي لكل إنسان، ومن دونها ما في ديمقراطية، ما في عدالة، وما في تغيير. المادة الثانية من ميثاق حقوق الإنسان بتأكد أنه كل إنسان عنده حق التمتع بجميع الحقوق والحريات بدون أي تمييز، خاصة لما بيكون الموضوع مرتبط بالرأي. بس كيف بيتم تطبيق هالحق بسوريا اليوم؟ وكيف لازم يكون بالمستقبل؟ هيدا اللي أنا حابب أحكي عنه. النص مثل ما هو مكتوب بميثاق بيقول: لكل إنسان الحق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي، والأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز تمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء كان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته. يعني ببساطة ما حدا لازم ينحرم من حقوقه بسبب مين هو أو شو بيعتقد أو شو رأيه. الناس متساوين بغض النظر عن لونهم أو عن دينهم أو جنسهم أو حتى مواقفهم السياسية. إذا عندك رأي مختلف، هيدا ما بيعني أنك تفقد حقك بالحياة الكريمة أو بالتعبير عن نفسك. بس خلينا نكون واقعيين. بسوريا اليوم تحت حكم الحكومة المؤقتة بقيادة جولاني حرية التعبير مش موجودة فعليا. الصحفيين اللي بينتقدوا الجماعة الحاكمة بيتعرضوا للتهديد أو الاعتقال أو حتى القتل، ما حدا بيحاسب الفاعلين. الناس مجبورين يتبنوا خطاب ديني معين، وإلا بيتم قمعهم أو اتهامهم بالكفر أو بالعمالة. ببساطة أي شخص بينتقد الوضع الحالي، سواء كان معارض أو حتى مؤيد بس عنده رأي مختلف، مهدد بالسجن أو الاغتيال. هذا غير أنه مجتمع بحاله كل مين منتمي لقطيع وبينبح على كل واحد مختلف عنه، ولا أي احترام لرأي مختلف. بسوريا جديدة ما لازم يكون في خوف من التعبير، لازم يكون عند كل مواطن حرية يقول رأيه، ينتقد أو يناقش وحتى يعترض بدون ما يخاف من اعتقال أو التعذيب. الدستور لازم يضمن حق الصحافة والإعلام الحر بدون رقابة أو تدخل من السلطة. لازم يكون في قوانين تحمي حرية التعبير والتجمع السلمي، وما حدا لازم يتعرض للعقاب بسبب رأيه. لازم كمان تجريم أي محاولة لقمع الأصوات المخالفة أو تصفيتها، سواء بالقوة أو بالتهديد أو بالملاحقة القانونية. الحكومة المستقبلية لازم تضمن حرية التعبير عبر قوانين واضحة، مثلا إلغاء أي قانون يجرم انتقاد السلطة أو مؤسسات العامة، مثلا تجريم الاعتقال التعسفي بسبب الرأي، ووضع عقوبات صارمة ضد أي جهة تمارس القمع، مثلا إنشاء هيئة مستقلة لحماية الصحفيين والناشطين وتضمن حقهم بالعمل بدون تهديد.
المواطن السوري أو أي إنسان بالعالم لازم يعرف أنه عنده حق يقول رأيه بدون خوف، وإذا تم قمعه عنده الحق يطالب بحمايته ويحاسب المسؤولين. والحكومة من جهتها لازم تكون ضامنة لهيدا الحق، مش أداة للقمع. حرية التعبير هي حجر الأساس لأي بلد بده يكون ديمقراطي وعادل، وإذا فقدناها فقدنا كل حقوق التانية. باختصار، حرية التعبير مش شيء ثانوي، هي الأساس لأي مجتمع عادل. بسوريا اليوم هالحق منتهك بكل الطرق، من السجون للقمع للتصفية الجسدية. بسوريا المستقبل لازم يكون في حماية حقيقية لهيدا الحق بالقانون والممارسة، مش مجرد شعارات. الفقرة 3: الحق بالحياة والحرية والأمان الشخصي. يلا نغوص شوي بالأساس الأهم بكل شيء اللي هي الحياة. نص المادة بتقول: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. يعني ببساطة ما حدا بيملك الحق ياخد حياتك، يحرمك من حريتك أو يهدد أمانك. مش لازم تنام خايف أو تمشي بالشارع مرعوب أو تكون تحت رحمة ميليشيا أو جهاز أمني أو شيخ جامع أو قائد عسكري. هيدا المادة بتقلك حياتك حقك، حريتك حقك، جسمك وأمانك مش ملك حدا. الوضع بسوريا اليوم تحت حكم حكومة الجولاني المؤقتة هيدا الحق مفقود كليا. بالمناطق الخاضعة للجولاني بدمشق ومحيطها الناس ما بيشعروا بالأمان لا بالليل ولا بالنهار. في عمليات خطف، في اعتقال عشوائي، في تصفية جسدية، في محاكم شرعية بدون قضاء حقيقي. الناس عم بيتحاسبوا على لبسهم، على رأيهم وعلى تحركاتهم، حتى على موسيقى عم يسمعوها عم بيتحاسبوا. بمجرد انك تكون مش متدين كفاية او مش ماشي على مزاج الجماعة فحياتك حرفيا بخطر. بعفرين وبسريكانية الكرد عم بيعانوا من ملاحقة أمنية، تهديد مستمر وسجون سرية بتفقد الناس فيها حريتهم من دون أي محاكمة. بالساحل السوري بعد المجازر اللي صارت بحق العلويين مئات الناس فقدوا حياتهم فقط لأنهم من طائفة معينة، مش لأنهم ارتكبوا أي جرم. كيف لازم نطبق هيدا المادة بسوريا المستقبل؟ يعني لازم تكون للحياة حرمة، لا يحق لأي جهة لا دينية ولا عسكرية ولا أمنية تمسها. الدستور لازم ينص حرفيا أنه الحياة مقدسة، ولا يجوز إعدام أو قتل أي شخص إلا بموجب محاكمة عادلة جدا وبشروط صارمة جدا. أصلا بجميع الدول المتقدمة اللي بتطبق حقوق الإنسان تم إلغاء شيء اسمه عقوبة إعدام. لازم يكون في قانون بيمنع اعتقال تعسفي وبيحاسب أي جهة بتحتجز حدا بدون مذكرة قانونية واضحة. لازم أي سوري يحس بالأمان من أول ما يفيق ليفوت ينام، ما يكون عايش برعب دايم من السلطة فالتة بدون محاسبة. طيب كيف منطبق هالشي بالدستور؟ يكون عبر بند واضح بيقول الحياة والحرية والأمان الشخصي حقوق غير قابلة للتصرف، تلتزم الدولة بحمايتها من دون تمييز. لازم كمان منع الإعدام خارج إطار القانون، ولازم كمان إلغائه ضمن إطار القانون كمان. إنشاء هيئة رقابية مستقلة لمتابعة أي انتهاك لهيدا الحق. أنت كمواطن شو واجبك؟ واجبك أنك تعرف أنك مش عبد ولا غنمة بهيدا القطيع. إذا حدا هدد حياتك أو حريتك هيدا مش شيء طبيعي، وإذا هالشي عم بيصير أنت مش لازم تسكت ولا تعتبره قضاء وقدر. لازم تحكي، لازم تطالب، لازم تعرف أنك مش لوحدك.
عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الحياة والحرية مش امتياز، هن حق. وسوريا جديدة ما بتنبنى على الجثث، ولا بتنبنى على معتقلين تحت الأرض، ولا على ناس عايشة بخوف دايم. بتنبنى على ناس أحرار، ناس عايشين بأمان، عارفين إنه دمهم مش رخيص، وحريتهم مش مزاج حاكم أو مسؤول. الفقرة الرابعة ضد الاستعباد وضد كل شي بيرجعنا قرون لورا. هيدا مش مجرد مادة، هيدي صفارة إنذار لكل الناس بعدها مفكرة إنه العبودية كانت شغلة عابرة. لا يا حبيبي، بعدها عايشة براس الفقه والأنظمة الرجعية. نص المادة كما هو بميثاق حقوق الإنسان: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورهما. يعني خلينا نحكيها هيك، ما حدا عنده حق يمتلك إنسان تاني. ما فيك تعتبر الشخص غرض تبيعه، تشتريه، تورثه، تغتصبه باسم ملك اليمين. هيدا المادة بتمنع كل أنواع الاستعباد الجسدي، النفسي، الاقتصادي والديني. الدستور المؤقت تحت حكومة الجولاني، وخليني يكون واضح، بيعتبر أنه الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. هيدا الكلام مش بس خطر، هيدا بيعني بصريح العبارة أنه لو رجعنا لنصوص الفقه منلاقي العبودية مش محرمة بل منظمة. السبي موجود بالنصوص الفقهية، المرأة بتتحول لملك اليمين، والاغتصاب بيتغلف بغلاف ديني، العبد بيشتغل وبينضرب وبينباع وكله باسم الدين. وإذا قبلنا أنه الفقه هو المصدر، مصدر التشريع، معناها ما فينا نرفض أسواق النخاسة أو تبرير استعباد ديني أو جنسي أو حتى طبقي. بأماكن كانت خاضعة للسيطرة جماعات متشددة شفنا كيف النساء بينخطفوا وبيتجوزوا غصب أو بيتسجلوا ضمن قوائم زواج جهادي. كنا شاهدين وشفنا بعيوننا، وما قرأناها بكتب التاريخ، شفنا بعيوننا. شفنا نساء ازدياد شو صار فيهم، شفنا أسواق النخاسة بسجون بعفرين وسريكانية، في شهادات عن تعذيب ممنهج، تحويل معتقلين لوسائل ضغط أو مساومة. هيدا كمان نوع من الاستعباد. بسوريا المستقبل لازم تنذكر بالدستور بشكل واضح وبدون تجميل. الدستور لازم يقول: تحرم العبودية والرق بجميع أشكالهما تحريما مطلقا، ولا يجوز لأي تشريع أو اجتهاد ديني أن يناقض هذا الحق. الكرامة الإنسانية فوق كل مرجعية دينية أو تاريخية. يعني لازم نقطع الطريق على أي محاولة لتجميل الاستعباد تحت اسم التراث أو الفقه أو ما ورد بالسيرة. أنت كإنسان قبل كل شيء وكسوري، إذا حدا قالك إنه في ظروف بيجوز فيها الاستعباد أو إنه الفقه سمح، لازم تعرف إنه هيدا انتهاك صريح لحقوق الإنسان. وإذا الدستور أو القانون ما قالها بصوت عالي إنه العبودية جريمة، واعتبروا إنه الفقه أو الشريعة الإسلامية مصدر تشريع، فهيدا دستور بيشرع الإذلال. بدنا دستور يحط الإنسان قبل التاريخ، والكرامة قبل الموروث، والحرية قبل الفقه. ما بدنا نعيش بنسخة محسنة من عصر الجاهلي. بدنا سوريا جديدة فيها الإنسان ما بينباع، ما بينشرى، وما بيخضع إلا لقانون بيحميه مش يبرر اضطهاده. الفقرة الخامسة: لا للتعذيب، لا للذل، لا للوحشية. هيدا مش مادة قانون، هيدي صرخة ضد كل جلاد بعده مفكر حاله إله على الأرض. النص المادي كما هو بالميثاق حقوق الإنسان بيقول: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. ترجمتها كتير بسيطة: ما حدا عنده حق يعذبك، ما حدا عنده حق يهينك، ما حدا عنده الحق يعاملك كأنك حيوان. لا سجن، لا محكمة، ولا ضابط، لا دين، لا قانون، لا رئيس، ولا حتى إرادة الله. بتعطي حدا الحق يسحق إنسان بس لأنه ضعيف أو لأنه معارض أو لأنه مش من جماعتنا. بالواقع حاليا في سوريا التعذيب موجود أو مش موجود ما بعرف، لكن اللي بعرفه إنه التعذيب صار مسموح بالدستور. الدستور اللي فرضته حكومة الجولاني بيرتكز على الفقه الإسلامي، وهيدا لحاله كارثة. ليش؟ لأنه الفقه الشرعي ما بيحرم التعذيب بل بينظمه. الجلد موجود، البتر موجود، الرجم موجود، التعذيب بالسجن وحتى قتل المرتد موجود. يعني إذا بيقرر الحاكم الشرعي أو الأمير أو ولي الأمر أنه لازم تنجلد أو تنقتل لأنه فهمه للدين بيقول هيك، ممنوع تعترض لأنه الشريعة فوقك. بعفرين والساحل السوري صار التعذيب مش بس عقوبة إنما سياسة للانتقام والإرهاب. بدستور حقيقي بدولة مدنية لازم نكون واضحين: التعذيب جريمة ضد الإنسانية، ممنوع بأي ظرف. إلغاء كل قوانين والمرجعيات الدينية أو الشرعية اللي بتسمح بأي نوع من العقوبات القاسية أو الإهانة. حظر أي استخدام للعنف الجسدي أو النفسي بالسجون أو المراكز الأمنية مع رقابة مشددة. القضاء يكون مستقل ويمنع أي ممارسة بتذل الإنسان تحت أي حجة. بالمختصر، الدولة بتحمي الإنسان مش بتدوس عليه. إذا حدا ضربك أو عذبك هيدا مش قدر، هيدا مش تأديب، هيدا مش قصاص شرعي، هيدا انتهاك صريح لإنسانيتك. وإذا الدولة ما حمتك، إذا القانون ما وقف معك، معناها نحن عايشين بحظيرة مش بوطن. يا جماعة، العصور الوسطى خلصت. بدنا بلد ما فيه كرباج، ما فيه معتقلات سرية، ما فيه زنازين مخفية تحت الأرض. بدنا سوريا من دون جلادين. مين أنت قانونيا؟ إنسان ولا رقم منسي؟ الفقرة 6 بيقول: لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. شو يعني؟ يعني كل إنسان وين ما كان لازم يكون عنده شخصية قانونية معترف فيه، هوية، سجل مدني، حقوق، ووجود رسمي قدام الدولة. مش لأنك من طائفة معينة أو من قومية مغضوب عليه تنولد بدون وجود قانوني. تعرفوا شو صار بسوريا؟ بعهد حزب البعث عشرات الآلاف من الكرد بشمال شرق سوريا، خصوصا بحسكة ومحيطها، عاشوا بدون أوراق، ما عندهم هوية، ما عندهم جواز، ما عندهم حتى حق يملكوا بيت أو يسجلوا أولادهم. يعني إنسان بس بلا وجود رسمي، وكأنك ما خلقت. أما اليوم تحت سلطة حكومة الجولاني المؤقتة، الكردي ابن الأرض ترك، والجهادي الغريب تعطيه جنسية. يعني السوري الحقيقي يهمل، والمسلح اللي اجا يقتل بالسوريين يكافأ. طيب شو عن المرأة؟ بكل دولة بيحكمها الدين المرأة ما إلها شخصية قانونية مستقلة. بكل بساطة هي ملكية خاصة للذكر، ما فيها توقع عقد، تسافر، تشتغل أو تشتكي. الفقه الإسلامي التقليدي ما بيعترف فيها كفرد كامل الحقوق، وبالتالي الدولة الدينية بتلغي نصف المجتمع من الوجود القانوني. الاعتراف القانوني مش فقط أوراق، هو باب لكل الحقوق: تعليم، من العمل، مشاركة سياسية، حماية قانونية. إذا ما عندك شخصية قانونية، ما عندك أي وسيلة تطالب فيها بحقوقك. إذا الاعتراف القانوني مش متساوي بين كل السوريين، معناها ما عنا دولة، عنا عصابة عم بتقرر مين يستحق يكون إنسان ومين لا ما بيستحق.
سوريا جديدة لازم تكون كل مواطن من أي طائفة أو قومية عنده اعتراف قانوني واضح وثابت. الكردي، السني، العلوي، الدرزي، المسيحي، اليزيدي، الكل سواسية. المرأة مواطنة مستقلة مش تابعة أو ملحقة بالرجل. الاعتراف القانوني بيساوي فرص متكافئة بالحياة السياسية، بالتعليم والوظائف وبكل شيء. إذا ما عندك اعتراف قانوني كل حقوقك التانية بتنهار. المساواة أمام القانون يعني القانون ما لازم يفرق بيني وبينك، لا لأنك من طائفة تانية، لأنك امرأة، ولا لأنك كردي أو علوي أو درزي أو فقير أو ملحد أو حتى لاجئ. نص المادة السابعة بيقول: الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في الحق التمتع بالحماية القانونية دون تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. طيب، خلينا نسأل، هل الكل اليوم سواسية قدام القانون بسوريا؟ أكيد لا. اليوم بسوريا اللي بيحكم هو جبهة النصرة، جولاني وحكومته المؤقتة، والقانون صار لعبة بإيد جماعة وحدة باسم الدين طبعا. يعني إذا أنت من جماعتهم بيحموك، إذا مش من جماعتهم بتكون مباح، يسجنوك وبيصادروك وبيحرضوا عليك. عم نشوف ناس بس لأنهم علويين صاروا هدف جماعي لمجازر بدون تمييز بين مدني ومقاتل، طفل أو كبير، كأنه جريمة صارت شرعية إذا الضحية من طائفة تانية. وهيدا الشيء مش جديد. أيام البعث الكرد كانوا بدون هوية، بدون رقم وطني، بدون أي حق قانوني. اليوم ابن البلد الأصيل بدون حماية ولا تمثيل، وعم تنعطى جنسية لجهادي من أوزباكستان أو شيشاني بس لأنه حامل سلاح وخادم مشروعهم. فإذا شو يعني المساواة؟ يعني ما في حدا فوق قانون ولا حدا تحت القانون. يعني ما في مواطن درجة أولى ومواطن درجة 10. يعني تكون المرأة والكردي، العلوي والملحد، المتدين والغني والفقير، كلهم عندهم نفس القيمة، نفس الكرامة ونفس الحماية. بس كيف لازم تطبق هالمادة بدستور سوريا المستقبل؟ من خلال نص مادة واضحة وصريحة بتقول: جميع المواطنين متساوون قدام القانون بدون أي تمييز، ويتمتعون بنفس الحقوق والحماية القانونية بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين أو النوع الاجتماعي أو الرأي أو الانتماء الجغرافي. ببساطة. ومش بس نكتبها ونزينها، بدنا قضاء مستقل، محاكم مدنية وقوانين بتحاسب مش بتتحايل. بدنا دولة بتعامل الإنسان كإنسان مش كورقة طائفية أو عرقية بالمزاد السياسي. وأنت كمستمع وكمستمعة لازم تعرفوا، إذا عم تنهان أو عم يتم تهميشك أو محروم من حقوقك لأنك مش منا، فهيدا خرق واضح لهالمادة، وساعتها واجبك أنك تصرخ، توثق، تطالب، ترفض، وتوعي الناس اللي حواليك. المادة رقم 8: لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحه إياه الدستور أو القانون. ملاحظة: المادة هي عم تحكي عن دستور أو قانون حقيقي، مش دستور اللي هي بتكون بالأساس بذاته خرق لحقوق الإنسان. يا ترى مين اللي رح يحاسب اللي سرقوا بعفرين؟
مين رح يعاقب اللي قطعوا أشجار الزيتون؟ لمين بدنا نشتكي؟ في حدا بيسمع؟ في محكمة بتاخد حقنا؟ في قاضي رد حق الأب يلي انقتل ابنه يلي طالعوا قلبه من صدره؟ أو الأم اللي كانت قاعدة جنب جثث ولادها والمجرمين عم يتمفخروا قدامها بدون خجل؟ إذا أنت علوي بتروح تشتكي لمين؟ لقاضي سني مؤمن بفتاوي ابن تيمية؟ يعني القاضي بيعتبرك كافر وواجب القتل، مش إنسان لك حق وعدالة. وإذا قلت أنا ملحد وإجا حدا مسلم اعتدى علي، ضربني، شتمني، في حال ما قتلني، يعني لمين بدي اشتكي؟ لحكومة دستورها بيقول انه الفقه الاسلامي مصدر التشريع، يعني الفقه بيعتبرني مرتد والمرتد لازم. هيدا واقعنا اليوم، واقع ما فيه عدالة، لأنه ما في محاكم تحمي الإنسان، في محاكم تحمي العقيدة، الطائفة، السلاح، الحزب، وتحمي الذل. بدنا دولة قانون، مش دولة فقه. بدنا محاكم تحاسب كل مجرم، مش تسأل عن دينه قبل ما تسمع الضحية. بدنا عدالة ما يهمها اسمك إذا حسين أو جورج أو آزاد. لازم الدستور يقول بكل وضوح: لكل شخص في سوريا الحق في اللجوء إلى قضاء مستقل علماني نزيه لحماية حقوقه الأساسية دون أي تمييز ديني أو سياسي أو فكري أو قومي. والمحكمة لازم تحكم باسم القانون، مش باسم الله، ولا باسم الخليفة، ولا باسم الثورة، ولا باسم العائلة. العدالة مش شغلة فيها خيار وفقوس، يا بتكون للكل يا ما لها معنى. وانت كمواطن إذا تعرضت للظلم وما لقيت باب قضاء عادل تشتكي عليه، اعرف انه حقك مسلوب وما في حل إلا نبني دولة بتحميك، مش دولة تحاسبك على فكرك. المادة رقم 9: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. شو يعني اعتقال تعسفي؟ يعني يجي عنصر أمن ياخدك من شارع أو من بيتك بدون إذن، بدون محكمة، بدون تهمة واضحة، ويمكن ما حدا يعرف حتى أنك معتقل. يعني تتحول من مواطن لإنسان مختفي. بيي اعتقلوه، ما كنا نعرف إذا معتقل أو لا، ما منعرف إذا عايش أو ميت. صرنا ندفع رشاوي بمبالغ ما بتتخيلوها بس لنعرف إذا عن جد معتقل. وجوابهم استدعيناه، شربنا معه فنجان قهوة وسألنا سؤالين وفل. بس الحقيقة واحد من عناصر الفرع من الناس اللي ضل فيهم شوية ضمير خبرنا عن طريق وسطاء انه بيي مسجون، طلع بعد سنين بعفو رئاسي، ولهلأ لا هو بيعرف ليش اعتقلوه، ولا مرق على محكمة، ولا حدا واجهه بتهمة. أعز أصدقائي نزل من بيروت ليزور ابنه العسكري بالشام، وهو راجع على حدود سوريا لبنانية اعتقلوه 2 وهو مخفي. ولاده ببيروت بدون أب، بدون مصروف، بدون أمان. بعد 2 سألوه: انت ليش عنا؟ قال: ما بعرف يا سيدي. قالوا له: ما شفنا عليك شي، يمكن تشابه أسماء، الله معك. بالله عن جد؟ ايه عن جد، هيك ببساطة. ليش عم بحكي قصص شخصية؟ لأنه الاعتقال التعسفي مش مجرد خبر، هو كابوس عاشوا أغلب السوريين. ما في حدا منا إلا وهو أو أحد من دائرته صغيرة مر بهالشي. شيء بشع، عن جد شيء بشع. لما يصير الأمن مصدر الخوف، واللي حامل السلاح باسم الدولة يصير بلطجي مش حامي. صار لي 10 سنين عايش بدنمارك، بس بعدني بيوقف قلبي لما بشوف سيارة شرطة بالشارع. وإذا بدنا نحكي عن سوريا المستقبل، بدنا دستور بيقول إنه ما حدا بينحبس إلا بأمر قضائي واضح.
بتهمة واضحة وبمحامي وبنعرض على قاضي خلال 24 ساعة، وبدنا قضاء مستقل ما بيخاف من المخابرات ولا بيخدم طائفة ولا حزب ولا قائد. لأنه الاعتقال التعسفي جريمة، سواء كان الفاعل نظام بعث والضحية من طائفتك، أو الفاعل كان من طائفتك والضحية من طائفة تانية. بكل الحالات الجريمة جريمة والظلم ظلم. المادة 10 من إعلان العالمي لحقوق الإنسان واللي بتقول: لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه. شو يعني؟ يعني إذا اتهموك بأي شيء من حقك تنعرض قضيتك قدام محكمة مستقلة ومحايدة، مش فرع مخابرات ولا مكتب حزبي ولا ضابط بيحكمك من راسه. يعني يكون في قاضي ما بيخاف من تليفون جاي من فوق، قاضي نزيه ما بيهمه اسمك ولا دينك ولا منطقتك، ويكون في جلسة علنية مش تحقيق تحت الأرض ولا اعتراف تحت التعذيب. بتعرف شو المشكلة؟ انه كانت المحاكم مسرحية وكل شيء بيتقرر بالمخابرات، واكثر من هيك في ناس كانت تتعذب وتوقع اعترافات ما إلها علاقة بالواقع وبعدها بيحكموه على هالاساس. الكل كان شاهد على سجن صيدنايا، ما اظن في داعي نحكي اكثر. نحن ما بدنا محاكمات شكلية ولا قضاة بيخافوا من العسكر ولا قوانين بتقول المتهم مدان حتى تثبت براءته. نحن بدنا قضاء مدني مستقل شجاع بيحكم بالعدل مش بالأمر الواقع. بسوريا الجاي إذا اتهم مواطن لازم تنعرض قضيته على محكمة مدنية بمحامي بجلسات مفتوحة ويتوفر له وقت الكافي للدفاع عن حاله. لازم يعرف التهمة ويواجه الأدلة ويقدر يستأنف الحكم إذا شاف في ظلم. بالمختصر، لا محكمة استثنائية، لا قاضي خاضع، لا حكم مسبق، بس فقط عدالة نزيهة مثل ما لازم تكون. الفقرة 11: كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أي عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي. يعني يا سيدي البريء بريء حتى تثبت إدانته، مش العكس. يعني مش بس يعتقلوك ويعذبوك وبعدين يبرروا شو عملوا فيك. يعني إذا الدولة أو السلطة بدها تحاكمك لازم تفرجيك التهمة، تعطيك حق الدفاع الكامل، تتعامل معك على انك بريء مش ملعون ابن ملعون، وما لازم يحاسبوك على فعل ما كان جريمة وقت اللي صار، ولا يحكموا عليك بعقوبة اكبر من العقوبة اللي كانت سارية بوقتها قانونا. صديقي اللي سبق وحكينا عنه بعد سنتين قالوا له يمكن تشابه اسماء. معظم معتقلين بيقضوا سنين بالحفرة بدون ما يعرف شو التهمة أو يدوس رجله المحكمة. بالمستقبل بسوريا جديدة لازم يتكرس مبدأ العدالة، مش لعبة السلطة ولا دين ولا مذهب ولا انتقام. اعتقال لازم يكون بأمر قضائي، ولازم يعرف التهمة ويكون عنده حق الصمت وما يحكي إلا بوجود محامي، مش يتعرض للتعذيب بالفرع. لازم يكون قدام قاضي خلال 24 ساعة
ماكس 48 ساعة وهو بريء ويعامل كبريء طالما ما في دليل إدانة بحقه. لازم نزرع بعقل كل قاضي وكل شرطي وكل مسؤول، ما حدا مجرم قبل المحاكمة، ما حدا بينحبس لأنه خالف رأيك أو دينك أو حزبك. العدالة مش بندقية بإيد القوي، العدالة ميزان بده يضل متوازن ولو كل البلد مال. المادة 12 من إعلان العالمي لحقوق الإنسان بيقول: لا يجوز تعريض أحد لتدخل التعسفي في حياته الخاصة وفي شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. بكلمات أبسط، خصوصيتي مش ملك الدولة ولا ملك المجتمع ولا ملك المخابرات ولا ملك الجار اللي عامل حاله مراسل أمني. بيتي وتليفوني، رسائلي، أسراري، حياتي العاطفية والدينية، الجنسية، العائلية، كل هدول خط أحمر. دخلك؟ شو خص الدولة إذا شاب وبنت ماشيين سوا؟ شو خص عنصر الأمن يسأل هي مرتك؟ مواطنين بالغين راشدين ما عاملين شي، فقط ماشيين مع بعض، سواء ماشيين بالشارع مع بعض أو ساكنين مع بعض. إذا ما خالفوا القانون، إذا ما في أمر قضائي، فالدولة ما لها حق تتدخل بحياتهم الخاصة. الخصوصية مش بس إنك تحكي على الموبايل بدون ما حدا يتنصت عليك، الخصوصية كمان إنك تعيش حياتك وتحب وتختار وتزعل وترجع تطلع تسكن تمشي من دون ما كل لحظة تكون مهدد بإصبع عم بيقلك عيب حرام ومش مسموح لك. شو إلك علاقة يا خيي؟ هيدا مش شغل الدولة مش وصية على حياة الناس الخاصة ولا شيخ الحارة. الدولة شغلتها تحميني إذا انأذيت، مش تراقبني إذا عشت. شغلتها تحمي حياتي الخاصة من أي شخص أو جهة تحشر أنفها فيه. بسوريا الجديدة، ببلد حر، لازم الخصوصية تكون مصونة بالقانون، مش خاضعة لمزاج رجال الدين أو ذوق المجتمع. الكرامة، الحرية والمساحة الشخصية هدول مش خيارات، هدول حقوق. المادة 13 من إعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إليه. شو بدي أقول عن هيدا الفقرة؟ هي واضحة ما بدها شرح. كلنا عشنا أيام الأسد، سواء يلي تهجر للخارج أو يلي تهجر جوا بلده مثل ما صار بأهل عفرين. وكتير سوريين كان ممنوع يرجعوا على بلدهم، مش لأنهم مجرمين، بس لأنهم رفعوا صوت أو عبروا عن رأيهم أو بسبب منشور على فيسبوك. كل يلي بدي أقوله، بتمنى كل واحد يرجع عطيعته عبيته وما يضل ولا حاجز لا أمني ولا نفسي واقف بين السوري والسوري. المادة 14: لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. لا يمكن التزرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. ببساطة، إذا بلدك عم يضطهدك لأنك عم تمارس حق من حقوقك، لأنك عبرت أو رفضت تقتل، دافعت عن الناس، من حقك تهاجر، تطلب لجوء.
تدور على الحياة، لأنه ما عندك غير حياة وحدة تعيشها، فلازم تعيشها بكرامة وسعادة. بس ما فيك تكون مجرم وتقلي أنا مضطهد. يعني مثلا واحد كان يقاتل مع داعش ودابح مدنيين، ما فيه يجي على أوروبا يقول إذا رجعت على بلدي رح يضطهدوني. أكيد رح يضطهدوك لأنك مجرم. نفس الشيء اللي كان بجيش بشار الأسد، وشارك بمجازر وعذب الناس بسجون. هذا ما بصير لاجئ، هذا لازم يتحاسب. بشار الأسد هذا تحديدا ما بيطلع له يهرب أو يطلب لجوء، هذا لازمه محكمة مش لجوء. اللجوء مش وسيلة هروب من العدالة، اللجوء بيكون حق لما أنت تنضرب لأنك عم تمارس حقوقك. بالنسبة للأجانب يلي اجوا على سوريا، شيشان وميشان وإيغور وميغور وتركمان وغيرهم، وانضموا لتنظيمات إرهابية، هاو ما بيطلع لهم يبقوا بسوريا ولا ياخدوا جنسية. هاو أغلبهم كانوا مجرمين مطلوبين بدولهم قبل ما يجوا، وبعد ما وصلوا حملوا سلاح وإيديهم مش نظيف من دم السوريين. هدول لازم يرجعوا على بلادهم وينسجنوا ويتحاكموا، مش يتكرموا وياخدوا جنسية سورية ورتب ومناصب. المادة 15 من إعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. هالمادة بسيطة وواضحة، ما فيك تعيش بلا جنسية، ما فيك تكون على هيدا الكوكب وما حدا معترف فيك. ومع هيك بسوريا في مئات آلاف الكرد كانوا محرومين من الجنسية لعقود، مولودين بسوريا عايشين بسوريا بس ما لهم أوراق، مش مواطنين، مش بشر بالنسبة للنظام. تخيل، ما عندك حق تسجل بيت، ما عندك حق تتعلم ولا تسافر ولا تتوظف ولا حتى تفتح خط تليفون باسمك. وهالشي مش غلط بسيط، هيدا جريمة، جريمة حرمان شعب من وجوده القانوني. والأخطر إنه الجنسية كانت وبتضل بإيد الدولة كأنها وسيلة عقاب. هذا ضدنا، شيلوه من السجل. هيدا ما بيحب القائد، الغوا جنسيته. نحن منقول الجنسية حق مش وسيلة ترهيب. ما حدا بيقدر يقرر انك ما عاد سوري. اذا كنت سوري بالاصل ما لازم حدا يقدر يجردك منها تحت اي حجة كانت. نحن بدنا بلد المواطنة فيه مش ملف بفرع امني، المواطنة بتكون ثابتة مثل الهوية، بترافقك طول حياتك وتحميك مش تهددك. المادة 16 بيحكي عن حق الزواج وتأسيس أسرة. بيقول: للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين، المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها الحق التمتع بحماية المجتمع والدولة. يعني كل شخص بالغ له حق يتجوز ويعمل عائلة، ما لازم حدا يمنعه بسبب الدين أو الطائفة أو العرق. الزواج لازم يكون عن رضا تام من الطرفين بلا أي ضغط أو إكراه، ولازم كمان يكون في مساواة بين الرجل والمرأة قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد الطلاق، مش الرجل فوق والقانون يكون بصفه. لازم الدولة تمنع تزويج القاصرات حتى لو بطرق شرعية، وتعتبر هذا الشيء جريمة.
وإذا شخصين راشدين بالغين حبوا بعض لازم الدولة تحمي حقهم أنهم يرتبطوا حتى لو أهلهم رفضوا لأنهم مش من نفس الدين مثلا أو من نفس الطائفة. الزواج ما لازم يكون صفقة ولا الرجل يشتري المرأة بمهر، لازم الطرفين يساعدوا بعض. عند الطلاق لازم الحقوق تتقسم بعدل، مش انه يطلقها ويقلعها من البيت. وبشكل واضح الزواج لازم يكون بين شخصين بس مش اكتر، ما في تعدد زوجات. المادة 17 بيحكي عن الملكية. الملكية حق مقدس، كل شخص له حق يملك أرض، بيت، مشروع لحاله أو مع غيره، وما حدا لا الدولة ولا حزب ولا ميليشيا بحق له ياخد هالملك غصب أو تعسف. شو لازم يصير؟ كل مين طلع من بيته خلال الحرب لازم يرجع فورا. بيوت وأراضي الكرد اللي استولى عليها البعث واستوطن فيها الغرباء لازم ترجع لأصحابها الأصليين. ما بصير الدولة تلطش أراضي الناس بحجة مشاريع عامة بأسعار رمزية أو بالإكراه. إذا في مشروع فعلا وضروري لازم يتم تعويض عادل ورضا صاحب الملك. بالنسبة للثروات العامة، الآبار، المعابر، الغاز، الغابات، الشطوط والآثار، هودي ملك الشعب، ما بيصير يتخصخصوا أو يحتكرهم زعيم حزب طائفي أو شركة خارجية. الدولة بتديرهم بشفافية والشعب بيراقب وين عم بتروح الإيرادات. المادة 18 حرية الفكر والوجدان والدين، بيقول لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة شعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة. هيدا مش مجرد حرية دين، هيدا بتعني عندك الحق تصدق شو ما بدك أو ما تصدق شي بالمرة، بتآمن بالله، بالكارما، بالعلم، بالحجر، أو ما بتآمن بشي، هيدا شغلك. عندك الحق تغير دينك، تتركه، تنتقده، تناقشه، تعلمه، أو حتى أنك تضحك عليه. عندك الحق تصلي، تمارس، تعلم لحالك أو مع غيرك بالعلن أو بالسر. لكن بسوريا إذا قلت أنك تركت الإسلام يعني مرتد، يعني بفقه الشريعة اقتلوه. إذا كنت غير مسلم يعني ذمي، يعني لازم تدفع جزية وانت صاغر، ذليل، حقير، تافه، مدعوس على راسك وتعيش درجة تانية. إذا شكيت بآية أو نقدت حديث ازدراء أديان، محكمة وسجن أو حتى يمكن تصفية. شو يعني هيدا الحكي؟ يعني حياتي كمواطن غير مسلم بخطر. يا عمي أنا إنسان، أنا مش مواطن درجة تانية، مش لازم دين الأغلبية يقرر حياتي أو حريتي أو راسي. يلي بيآمن لازم يحترم اللي ما بيآمن، ويلي ما بيآمن يحترم اللي بيآمن. الكل يكون متعايشين ومتساوين، وما في دين مفروض يكون عنده حق فيتو سواء على الحكي أو على التفكير ولا على التشريع. في مستقبل سوريا كيف مفروض نطبق هيدا المادة؟ الدين حرية شخصية مش مرجعية دستورية. الدولة مدنية علمانية لا دينية ولا معادية للدين، حيادية. ما في مقدسات سياسية، كل شيء قابل للنقاش حتى النصوص الدينية. ما في مواطن درجة تانية، كل الأديان، كل المعتقدات، كل من لا دين له متساوين. التعليم يكون علماني، القضاء يكون مدني، رجال الدين بيشتغلوا بالوعظ مش بالقوانين والأمن والتشريع والاقتصاد و إلى آخره. حرية المعتقد يكون تامة، حرية التعبير مضمونة، والحماية من أي اضطهاد ديني واجب الدولة.
الفقرة 19 بيحكي عن حرية التعبير. لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودون ما اعتبار للحدود. حرية التعبير، حرية الرأي مش رفاهية، هي صمام أمان للمجتمع ومقياس لأي دولة بتحترم شعبها. كل شخص له الحق يقول رأيه، يكتب، ينشر، يسمع، يشوف وينقل أفكار من غير رقابة، من غير إذن، ومن غير ما حدا يقول له عيب أو هيدا خط أحمر. بس خليني أوضح كم شغلة. أولا، ما في شيء مقدس فوق النقد، لا زعيم، لا رئيس، لا شيخ، لا رجل دين، ولا حتى نبي. ما حدا فوق المحاسبة. يلي بده يصير مسؤول لازم يعرف حاله صار شخصية عامة مش ملك خاص، وبالتالي الناس عندها حق تحكي عنه، تنتقده أو حتى تتمسخر عليه. ثانيا، لازم نفرق بين النقد العام والتشهير الشخصي. يعني إذا حدا نشر فضايح شخصية عن شخص عادي أو دخل بأسراره الخاصة، هيدا تعدي مش حرية تعبير. بس إذا انتقدنا فنان، سياسي، شيخ أو مفتي بسبب دورهم العام، أفكارهم أو تصريحاتهم، هيدا حقنا المشروع وما حدا بيتحاسب عليه. ثالثا، الدين، الإله، الكتب، الأساطير والرموز الدينية، هودي كلهم أفكار عامة مش ممتلكات خاصة. يلي بيآمن فيهم حر، واللي بينتقدهم حر. يلي بده يعبد حجر حر، واللي بده يتمسخر من عبادة الحجر كمان حر. بس الأهم، ما فيك تمنع نقد بحجة إنك انجرحت. الناس مش مسؤولة تحافظ على مشاعر حدا، هن مسؤولين ما يعتدوا عليك شخصيا. رابعا، في حدود واضحة، ما اسمها مقدسات، اسمها جرائم. مثلا تشجيع الإرهاب، هيدا مش حرية تعبير. الترويج للبيدوفيليا أو زواج القاصرات، هيدا مش رأي. التحريض على القتل أو الكراهية ضد فئة أو طائفة أو عرق، هيدا جريمة مش رأي سياسي. باختصار، حرية التعبير يعني حرية التفكير بصوت عالي، وما في شي بيتطور إلا بالنقد. وأي دولة بتحط حواجز على التعبير هي دولة خايفة، لأنه الحقيقة ما بتخوف إلا ليلي عم بخبيها. المادة 20 بيحكي عن حرية التجمع والانتماء. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. يعني الناس مش روبوتات ولا قطعان غنم تنضب وراء بعض بدون صوت. كل شخص له حق يجتمع، ينتظم، ينتمي، يتحزب، يثور، يطالب، يعترض ويقول لا بصوت عالي، طبعا سلميا، بدون عنف، بدون سلاح، بدون تخريب. يعني إذا شعب نزل على الشارع ليقول بكفي فساد أو بدنا حقوقنا، الدولة ما لازم ترمي عليهم رصاص أو تعتقلهم أو تخترع لهم تهم. يعني بالعكس، دور الدولة انه تحميهم مش تكسرهم. المهم كمان، ما حدا مجبور يكون ضمن اي حزب او جمعية او طائفة او حركة. يعني الدولة، الاحزاب، النقابات، وحتى المدارس او الجامعات ما بيحق لها تلزم حدا ينتمي لشي هو ما بده اياه، مثل ما كان يعمل حزب البعث. مش مجبور تكون ضمن اتحاد طلبة أو رابطة علماء أو كتلة الثورة. إذا هيدا مش خيارك ما حدا بيجبرك. إذا بدك تعمل جمعية جديدة، هيدا كمان من حقك، طالما السلمية وما فيها تحريض على العنف أو الكراهية. نقطة على السطر.
حرية التجمع والانتماء مش من الدولة، هي حق، والدولة واجبها تحميه مش تقمعه. الشعب هو مصدر السلطة. مادة 21 بيقول: لكل شخص حق مشاركة في إدارة شؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق التقلد الوظائف العامة في بلده. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذا الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري وبإجراء مكافئ من حيث الضمان حرية التصويت. أول شغلة، كل مواطن له حق يشارك بإدارة البلد. يعني مش بس يروح يصوت كل 5 سنين، لا، يعني يشارك بالقرار، يترشح، ينتخب، ينتقد، يراقب، يحاسب، وكل شيء بخص شأن العام. ثاني شغلة، كل الناس عندها نفس الحق تستلم أي منصب بالدولة: وزير، رئيس حكومة، رئيس جمهورية، يعني حتى رئيس سوريا. مش لازم يكون من طائفة معينة ولا من حزب معين ولا من عائلة فلان أو عشيرة علتان. الوحيد اللي بيأهله هو الكفاءة وصوت الناس. أما السلطة فهي مش من حدا، لا من فوق ولا من حزب ولا حتى من الله. السلطة مصدرها الشعب، ونقطة على السطر. وهيدا بيتحقق بالانتخابات دورية نزيهة علنية بالنتائج والسرية بالصوت، بدون تزوير، بدون اعتقال مرشحين، بدون 99% لرئيس أبدي. يعني يا حبيبي، سوريا المستقبل بدها تكون دولة ناسها بتحكم، مش دولة بيحكمها نظام بيمثل طائفة وبيقصي الباقي. المادة 22 بيحكي عن الضمان الاجتماعي والكرامة. بيقول: لكل إنسان أو لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. بالمستقبل لازم الدولة تضمن لكل شخص ضمان صحي شامل ومجاني، تعويض بطالة للي بيفقد شغله قسرا، تقاعد محترم بعد عمر التعب، تعليم مجاني وفرص متساوية للجميع، سكن لائق لكل عائلة مش عشوائيات ومخيمات، مساعدة للفئات الأضعف، للمعاقين، الأرامل، الأيتام وكبار السن، دعم ثقافي، مكتبات عامة، مسارح، أنشطة مجانية. وكل هيدا لازم يتم حسب قدرات الدولة طبعاً. المادة 23 بيحكي عن الحق بالعمل والعدالة المهنية. بيقول: لكل شخص أحق العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة. لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساوي على عمل المتساوي. لكل فرد يعمل حق في المكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيش لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. لكل شخص حق إنشاء نقابات مع الآخرين
والانضمام إليها من أجل حماية مصالحهم. لنبني سوريا مدنية حديثة بتحترم كرامة كل عامل، تطبيق مادة 23 لازم يكون بهيدا الشكل. الدولة ملزمة توفر فرص شغل لكل شخص قادر يشتغل. فرص الشغل بتنخلق من خلال خطط تنمية صناعية وزراعية وخدمية جدية، مش توظيف وهمي بالقطاع العام بس فقط لشراء الولاءات. ممنوع حدا يفرض شغل أو مجال معين على حدا. المواطن بيختار المهنة اللي بده إياه، والدولة بتأمن برامج تدريب وتأهيل مهني ببلاش لحتى يطور حاله. لازم كمان تحديد ساعات الشغل بحد أقصى، مثلا 40 ساعة بالأسبوع، وبيدفعوا للناس زيادة إذا اشتغلوا أكتر. وما ننسى إجازات مدفوعة سنوية، أمومة، أبوة، مرضية. وكمان بيئة الشغل لازم تكون آمنة، وأي مؤسسة بتهمل سلامة العامل أو بتعرضه للخطر لازم تتعاقب. لازم كمان يتأمن دعم مالي للعاطلين عن العمل، ولازم كمان برامج تأهيل وتدريب لتحسين فرص التوظيف. ممنوع التمييز بالراتب بين عامل وعاملة أو بين مواطن والتاني بسبب عرق أو الدين أو الطائفة أو القومية. نفس الشغل يساوي نفس الراتب. ببساطة الراتب لازم يكون كافي ليعيش العامل وعيلته بكرامة. يكون في حد أدنى للأجور بينحسب كل سنة حسب غلاء المعيشة والتضخم. ممنوع يشتغلوا الناس برواتب تحت هيدا الحد أو بعقود استغلال. كل عامل لازم يكون مشمول بتأمين صحي وتأمين ضد حوادث الشغل وتأمين التقاعد. حتى العمال الغير نظاميين لازم يكون عندهم نظام حماية، مش ينكبوا بالشارع. من حق كل عامل ينضم أو يأسس نقابة من دون ما دولة تتدخل. النقابات لازم تكون مستقلة، مش مكاتب أمنية متنكرة. والإضراب السلمي حق مقدس. لازم كمان يندعموا الشركات الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة وبرامج دعم. ممنوع تشغلوا أولاد صغار وخاصة بالوظائف الخطرة. بدنا نمكن النسوان والشباب بسوق الشغل. يكون في قضاء عمالي خاص وسريع ليحل المشاكل بدون المحاكم اللي بتنيم القضايا. الرواتب لازم تنربط بسلة أسعار واضحة، مش شعارات، لنضمن استقرار اقتصادي. باختصار بدنا العامل السوري يعيش بكرامة أكثر من عامل بشمال أوروبا، مش عبد بمزرعة زعيم أو ملياردير حرب. وصلنا لمادة 24 واللي بتقول لكل شخص حق في الراحة وأوقات فراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة. الراحة مش رفاهية، الراحة حق. والفراغ مش تضييع وقت، هيدا وقت ليلتقط نفسه الإنسان، يعيش، يشوف ولاده، يقرأ كتاب، يروق، ولحتى يتحقق هيدا الحق لازم العامل ياخد إجازات مدفوعة. مش بس موظف الدولة، لا، قطاع الخاص كمان ملزم يعطي إجازات، وإلا بيكون عم يستعبد الناس. والأهم الراتب لازم يكون محترم يعني يكفي. ما لازم يكون العامل مجبور يشتغل 20 ساعة بين دوام الصبح والليل بس فقط ليقدر يطعمي ولاده أو يدفي بيته. لازم نوقف هالثقافة اللي بتمدح الإنسان اللي بيشتغل فوق طاقته وكأنه بطل، بينما هو بالحقيقة ضحية نظام مجرم بيستغل تعبه. بدنا نزرع ثقافة بتقول العامل مش مكنة، العامل إنسان، والإنسان من حقه يرتاح.
وهي راحة مش فقط جسدية، كمان نفسية. مش كل العالم بتشتغل عضل، في ناس بتشتغل عقل، بتفكر، بتبرمج، بتأبدع، وهي كمان بدها أوقات فراغ لتخلق وتنتج. يعني من الآخر، العامل مش آلة، وما في دولة محترمة بتقيس تقدمها بعدد ساعات الشغل، بل بعدد ساعات اللي بيعيشها الإنسان فعلا كإنسان. سوريا المستقبل لازم تكون بلد الإنسان اللي بيشتغل بكرامة وبيرتاح بكرامة. المادة 25: لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد خدمات الاجتماعية الضرورية. وله الحق في ما يؤمن به الغوائر في حالات البطالة والمرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع أطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. يعني الدولة مش كرمال تسرقك وتتركك تدبر حالك، الدولة كرمال تكون سندك وقت توقع، وكرمال تعيشك بكرامة. يعني الأكل مش بس إنك تسد جوعك، لازم تاكل شي غزيك، شي نظيف، مش تنجبر تبحبش بالحاوية. اللبس بدك تلبس مثل خلق وعالم بدون ما تحس حالك مكسور. البيت مش غرفة مليانة رطوبة بسطح أو بقبو أو خيمة بتطير مع الهواء، بدك سقف يحميك، حمام كهرباء، مي خصوصيتك وراحة. مو إذا مرضت تروح تبيع خاتم أمك مشان الدواء ضغط، بدك تتعالج ببلاش بأي مشفى بأي وقت مهما كان مرضك ومين ما كنت. إذا وقعت فجأة، تعبت، مرضت، كبرت، تعطلت، ترملت، حتى لو خسرت كل شيء، الدولة لازم توقف معك، مو تقلك الله يعينك. الأم وولادها مو إنه تخلف وتتحمل لحالها، بدها دعم، الرعاية، طبابة، حضانة، فرص شغل تناسبها، إجازة أمومة، تحترم جسدها وتعبها. وكل طفل، كل ولد سواء أهله متزوجين أو مش متزوجين، خلفوه بالزواج أو بالحب من دون زواج، الطفل ما خصه، ما لازم ينداس أو ينعزل. كل طفل له نفس القيمة، نفس الحماية، نفس الحقوق. باختصار، بدنا دولة تحس فينا قبل ما نحكي، دولة تقول للمواطن أنا ظهرك مش خصمك، أنا الأمان مش الخوف. 26: لكل شخص حق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في المرحلتين الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إجباري إلزامي، ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم، ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا للكفاءة. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع فئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام. للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. هيك بيحكي مادة 26. شو يعني؟ يعني مش بس مدرسة وطاولة ودفتر،
يعني الحق انك تتعلم، مش تتربع على القهر. التعليم لازم يكون مجاني، مش بس للابتدائي بل كل التعليم إذا فينا، لأنه الجهل هو اللي خلى البلد يتدمر، والتعليم الابتدائي إجباري لأنه الجيل الجاي ما لازم يطلع أمي. ما لازم نضل نعيد نفس الدائرة. التعليم المهني مش عيب، مش الكل بده يصير دكتور ومهندس، بدنا ناس تعرف تصلح، تزرع، تبني، تشتغل بإيدها وتفهم قيمة شغلها. الجامعة لازم تكون مفتوحة لكل واحد ذكي وطموح، مش بس لولد الوزير أو ابن الفاسد. بس برأيي الأهم شو منعلمهم بالمدارس. ما بدنا كتب تعلم الكراهية وتحكي عن الفرقة الناجية والباقي كفار وفلان لازم يقتل. ما بدنا مناهج دينية تزرع سم الطائفية والمذهبية وتسقيها كل يوم بالحصص. بدنا تعليم يربي الطفل على انه جاره من دين تاني مش عدوه، على انه البنت مش ناقصة عقل، على انه الكردي مو خطر على وحدة الوطن، على انه ابن الساحل وابن الريف كلهم سوريين، مش فرق عملة يعني. بدنا مناهج علمية تحترم العقل والمنطق، تفهم الولد كيف يفكر مش كيف يحفظ ويردد مثل بغبغاء. بدنا مناهج فيها قيم إنسانية، عدالة، مساواة، حرية، تسامح، تفكير نقدي. مش شيوخ عم يحكوا عن حد الردة بصف تاسع وعم يشرحوا كيف نقطع الأيدي ونرجم الزاني، بينما الولد بعده عم يتعلم كيف يكتب اسمه. أهل التلميذ إلهم الحق يختاروا كيف يربوا أولادهم، بس ما لازم يكون عندهم الحق يمنعوه من التعليم أو يفرضوا عليه فكر متخلف. يعني باختصار بدنا تعليم يحرر العقول مش يبرمجها، بدنا مدرسة تبني إنسان مش تابع، بدنا علم مش تبعية، تفكير مش تسليم، بدنا مواطن مش عبد. الفقرة 27: لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية وفي الاستمتاع بالفنون والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه. يعني كل إنسان من حقه يعيش حياة ثقافية مثل ما بده، يحضر المسرح، يرقص، يغني أو يقرأ روايات، يكتب شعر، يحضر فيلم، يعزف على جيتار، يتفنن، يبتكر، يتعلم ويجرب ويغلط ويتطور. ما لازم الثقافة تضل محصورة ببرامج دينية وتلفزيونات تبث خطابات حقد أو قنوات خاضعة للعسكر والأمن والممولين. لازم يصير في مسارح بكل المحافظات، مكتبات عامة، صالات عرض، مهرجانات ثقافية مستقلة وورش فنية، وأهم شيء تعليم فني وموسيقي ومدني حقيقي من الطفولة، مش كل شيء حرام يعني. البند الثاني يعني إذا حدا كتب لحن رسم اخترع شيء لازم الدولة تحمي هالشي من السرقة. الحقوق المعنوية الفكرية والمادية مش ترف، هيدي كرامة. ما بصير المبدع يعيش فقير ومهدور والمحتال يسرق تعبه وينشهر فيه. والأهم بدنا بيئة تشجع على الإبداع مش تكفره وتخنقه وتحطه تحت وصاية رجال الدين أو الرقابة أو المخابرات. بكرة بس تنبنى سوريا جديدة بدنا نزرع ثقافة بتوحد، مش ثقافة بتخوف وبتقصقص الأحلام، لأنه بدون فن، بدون فكر، بدون علم الشعب بصير مثل قطيع غنم، ما بيضل اسمه مجتمع.
لكل فرد الحق في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق فيه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان بالكامل. بالمختصر المفيد، مادة 28 بتقول إنه ما بكفي نكتب حقوق الإنسان على ورق، لازم يكون في نظام عادل بالدولة وبالعالم يخلينا نقدر نعيش هالحقوق فعليا. يعني لا ديكتاتور يحكمنا، ولا نظام دولي ساكت عن الظلم، ولا مجتمع بيمنعنا نكون أحرار. بدنا نظام إنساني مش غابة ببساطة. مادة 29 القبل الأخيرة من ميثاق عالمي لحقوق الإنسان بيقول: على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل. لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون، مستهدفا منها حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذا الحقوق على نحو يناقض مقاصد المتحدة ومبادئها. المادة 29 عم بتقول شغلتين أساسيات: 1. ما في حرية بدون مسؤولية. كل شخص عنده حقوق بس كمان عنده واجبات اتجاه المجتمع، لأنه من دون مجتمع حر وعادل ما فيك تكون أنت حر فعليا ولا تطور شخصيتك. 2. الحرية مش فوضى. حقوقك لازم تمارس ضمن حدود بتحترم حقوق غيرك، وضمن قوانين عادلة تحافظ على النظام والأخلاق والمصلحة العامة بمجتمع ديمقراطي. يعني باختصار الحرية حق مقدس، بس مش حرية انك تدعس على غيرك باسمها. المادة 30: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطوائه على تخويل أي دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق في قيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من حقوق والحريات المنصوص عليها فيه. المادة 30 الأخيرة من ميثاق العالمي لحقوق الإنسان عم تحط خط أحمر واضح: ما حدا، لا دولة، لا حزب، لا طائفة، ولا حتى فرد فيه يستعمل أي مادة من إعلان ليبرر انتهاك الحقوق والحريات اللي فيه. يعني باختصار ما فيك تقول أنا عم طبق المادة الفلانية وتستعملها كذريعة تسكت الناس وتعتقلهم، تميز ضدهم أو تلغي حريتهم. هيدا الإعلان لحماية الإنسان مش لتبرير قمعه. وهلأ انتهينا. هدول هن جميع مواد ميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وبالختام حابب أقول: مش ذنبكن إنكن تنولدوا تحت حكم ديكتاتور، بس بصير ذنبكن إذا قررتوا تموتوا عبيد. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مش ورقة معلقة بمكاتب الأمم المتحدة، هيدا خريطة طريق بيوصلنا من القهر للكرامة، من الجوع للعدالة، من الخوف للحرية. نحن ما بدنا نعيش مثل الدنمارك والسويد والنرويج وسويسرا، نحن بدنا نعيش أحسن منهم، مو لأنه نحن متفوقين عليهم، بس لأنه نحن تأخرنا كتير ودفعنا دم كتير، ولازم نرجع كرامتنا بفوايدها. بدنا دولة إذا مرضنا تعالجنا، إذا جعنا تطعمينا،
إذا اشتغلنا تحمينا، إذا حلمنا ما تسجننا. بدنا تعليم يخلينا بشر مش أدوات طائفية. بدنا قانون يحمي الضعيف مش يحطه تحت صباط القوي. بدنا دولة ما تسألنا من أي طائفة أنت. بدنا دولة تسألنا شو حلمك، شو مشروعك، شو حابب أنك تقدم للناس. حقوق الإنسان مش ترف، هي الأساس لأي بيت، لأي حي، لأي وطن. وإذا ما كانت موجودة فلا سوريا ولا مستقبل ولا نحن رح نكون بخير. ما تنسوا، نحن الشعب، نحن الأصل، نحن السيادة، والنظام بيشتغل عنا مش نحن اللي عم نشتغل عنده. إذا كل فرد آمن بحقه ورفض المذلة وقال لا للقهر، فما في قوة بالعالم توقف قدام شعب واعي حر ومتكاتف. شكرا لاستماعكم. شاركوا الحلقة مع كل شخص بعده عم بيفتش عن حريته. اشتركوا بالقناة لنكمل سوا هيدا المعركة الفكرية. وسلام.